مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من قناتنا على يوتيوب. في هذه الحلقة سنتحدث عن 10 أسئلة دينية صعبة وغير معروفة. هل أنتم مستعدون لاختبار معرفتكم؟ لنبدأ. سؤال واحد: ما هو أول مسجد بني في الإسلام؟ جواب: المسجد القبلتين المعروف أيضا باسم مسجد قباء، هو أول مسجد بني في الإسلام ويقع في المدينة المنورة. سؤال اثنان: ما الدعاء الذي قاله يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت؟ جواب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال ثلاثة: ما هو الأعلى رتبة من الملائكة في الإسلام؟ جواب: الكربيون الكرام الكاتبين هم أعلى رتبة من الملائكة في الإسلام. سؤال أربعة: ما عدد المرات الذي ذكر اسم موسى عليه السلام في القرآن الكريم؟ جواب: اسم موسى عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 136 مرة. سؤال خمسة: ما هو اسم المدينة التي قدم إليها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام بعد أن أمره الله بالهجرة؟ جواب: مكة المكرمة هي المدينة التي قدم إليها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام.